عدد المشركين وقتها كان خيالي. المشركين حاصروا المسلمين وبدأوا يضغطوا عليهم ويقتلوا منهم، وبدأت المعركة تميل لكفة الروم. وقال بصوت عالي: من يبايع على الموت أيها المسلمون، من يبايع على الموت. فتقدم 400 فدائي وقفوا حوالين عكرمة، وكانوا معروفين في التاريخ باسم كتيبة الموت. فعكرمة بص له جامد وقال له: ابعد عني يا خالد. هلا والله. عايزك النهارده تتخيل معايا ايه اللي ممكن يخلي شخص من اشد اعداء الاسلام لواحد من اعظم الشخصيات في الدين الاسلامي، ويدافع عن الدين ده بكل حاجه يقدر يعملها. هنتكلم النهارده عن قصه صحابي عظيم بدات حياته ان هو عدو لدين الله، بس مع الوقت بقى من اعظم الشخصيات الدينيه. الصحابي ده هو عكرمه ابن ابي جهل، قائد كتيبه الموت. تعال احكي لك القصه. زي ما قلنا في البدايه، هنتكلم النهارده عن شخص هو بدا حياته كعدو من اعداء الاسلام، ودي مش حاجه غريبه لان هو اساسا ابوه اكبر عدو للاسلام، ابي جهل. لكن ربنا يشاء بقدره ان هو يطلع من ظهر الشخص ده واحد من اعظم الشخصيات وابطال الاسلام، واللي كان سبب من اسباب فتح الشام بعد دعوه النبي صلى الله عليه وسلم. صحابي ده زي ما قلنا هو عكرمه ابن ابي جهل. بحكم عداوه ابوه للمسلمين فهو كان بينفذ كل اوامر ابوه من غير ما يفكر، ولقى نفسه مغصوب على عداوه النبي وان هو كمان يحاربه. وده كله بسبب ان ابوه بس كان عايزه يعمل كده، وكان بيعمل ده كله عشان ابوه مش اكتر. ابوه كان بيعتمد عليه في كل صغيره وكبيره، لحد ما جت غزوه بدر وابو جهل خلى المشركين يتصادموا مع المسلمين، وطبعا ابنه عكرمه موجود معاه. وقعدوا قبل المعركه ب3 ايام يذبحوا جمال وياكلوا ويشربوا خمر ويعملوا كل اللي هم عايزينه، ده كله بس عشان يستعدوا لمقابله المسلمين. مش فاهم ايه الاستعداد في كده، ان هم يقعدوا يشربوا خمر ويذبحوا في جمال وياكلوا ويغنوا ويرقصوا، مش عارف. مش مهم، ناخد البريك بتاعنا. ربنا سبحانه وتعالى اشاء ان ابو جهل يموت في الغزوه ديت، وابنه ما عرفش يعمل له اي حاجه ولا حتى ان هو يساعده، عشان وقتها قوه المسلمين كانت شديده جدا عليهم، واضطر كل المشركين اللي قدروا ان هم يهربوا، لان طبعا كل واحد فيهم عايز يهرب بنفسه. فعكرمه طبعا نسى ابوه، لدرجه ان هو بعد ما هرب كان لسه ابو جهل فيه الروح، كان لسه بيطلع نفس. وقتها عبد الله بن مسعود راح لابو جهل وهو بيتنفس وقتله. عكرمه لما كان بيجي يجتهد في الحلفان كان بيقول: لا والذي نجاني في يوم بدر، لانهم حرفيا نجوا باعجوبه من المسلمين. بعد اللي حصل ده كره المسلمين اتضاعف في قلب عكرمه. دول مش مجرد ناس بس بيكرههم، لا دول كمان قتلوا ابوه، رغم ان هو كان اس الفساد وهو اللي عمل الليله دي كلها، بس ابوه. فكان بقى في غزوه احد هو اللي على راس المشركين في المعركه دي، واحنا طبعا عارفين اللي حصل في غزوه احد. لو عايز نحكي الغزوه طبعا بالتفاصيل قول لي في الكومنتات، ولو وصلت لهنا ما تنساش تعمل لايك وسبسكرايب وتشغل الكلام. يلا بينا نكمل. وبرده باختصار عشان اللي ما يعرفش قوي عن الغزوه او نسي، في الغزوه دي المسلمين كانوا خلاص بيكسبوا، لولا ان الرماة ما سمعوش كلام النبي صلى الله عليه وسلم وسابوا موقعهم، وبسبب كده هم خسروا المعركه. انتهت الغزوه والمشركين كده خلاص بقى بالنسبه لهم يوم بيوم او واحد بواحد، يعني بمعنى اصح. عدت الايام وجي يوم فتح مكه. في الفتره دي بقى قوه المسلمين كبرت جدا، وناس كتير قوي دخلوا في دين الله. فدخل النبي صلى الله عليه وسلم مكه بجيش يقدر ب10,000 واحد. وطبعا اراده المشركين اتحطمت بسبب حكمه النبي صلى الله عليه وسلم، لانهم بصوا لقوا المسلمين فوق راسهم. فعكرمه هرب من مكه وسابها، وحصل خلاص ان مكه استسلمت ومفيش اي مبرر للمقاومه، فراح يهرب في اتجاه اليمن. في الوقت ده زوجة عكرمه اللي هي ام حكيم راحت للنبي صلى الله عليه وسلم وطلبت منه الامان لعكرمه. طبعا هو هرب عشان عارف ان هو لو اتمسك هيموت. الراجل ده حارب المسلمين لحد العام الثامن من الهجره. نرجع تاني بقى لعكرمه. عكرمه راح شاطئ البحر ولقى سفينه هناك، قال اركب معاهم واروح في اي حته. جزيره العرب خلاص بقى كلها تدخل الاسلام بما ان خلاص المسلمين دخلوا مكه، وطبعا كلنا عارفين ان مكه هي عاصمه العرب، فكده خلاص العرب كلها مش هتنفع. اول ما ركب السفينه واتحركت البحر هاج، وبدات تبقى فيه عواصف جامده جدا، والموج عمال يخبط ويطير السفينه من مكانها، كأن ربنا بيبعت رساله انه عايز يخلي الهارب ده يرجع له. اوقات الناس ما بتعرفش تقرا الابتلاءات والاحداث بطريقه صحيحه، لكن هو عرف يترجمها صح لما لقى قبطان السفينه بيقول: انتوا كده كده هتغرقوا، فتوجهوا اخلصوا الدعاء لله وحده، لان اصنامكم دي مش هتنفعكم باي حاجه، وربنا بس لوحده هو اللي هينجيكم. عكرمه استغرب من كلام الراجل ده وقال: ربنا هو اللي هينجيني من البحر، ربنا لوحده هو اللي هينجيني من البحر، فاكيد طبعا ربنا هو لوحده اللي هيعرف ينجيني في البر. وقال: اللهم ان لك علي عهد، ان عافيتني مما انا فيه فاني اتي محمدا حتى اضع يدي في يده. بمعنى تاني، يا رب لو نجيتني من اللي انا فيه ده دلوقتي فليك عندي عهد ان ارجع لسيدنا محمد واحط ايدي في ايده، يدخل الاسلام يعني بمعنى اصح. في نفس الوقت ده بقى وهو بيقول كده الريح والبحر هديوا، فخلاص بقى عكرمه فهم،
فقرر ان هو يروح لمكه. في نفس الوقت بقى كانت حكيم خدت الامان ليه من رسول الله صلى الله عليه وسلم. قالت للنبي: يا رسول الله، عكرمه لو جالك وهو مسلم هل هتقبله وتعفى عنه؟ فقال لها ان الاسلام يجب ما قبله وان التوبه تجب ما قبلها. فطبعا حكيم اتبسطت وفرحت وبدات تدور على عكرمه فعلا لحد ما لقيته وجابته للنبي صلى الله عليه وسلم. في الوقت ده بقى قبل ما تيجي مرات عكرمه على طول، النبي قال للصحابه: عكرمه هيجي لكم مؤمنا ومهاجرا، فمحدش فيكم يسب ابوه، فان السباب يؤذي الحي ولا يصل الى الميت. يعني محدش يتكلم على ابو جهل بطريقه مش كويسه قدامه عشان عكرمه ما يتضايقش. خلاص ده بقى اخوكم في الاسلام. خلاص بقى عكرمه وصل ودخل للنبي صلى الله عليه وسلم. وقتها النبي كان قاعد مع الصحابه وكان لابس ازار اللي هو زي بتاع الحج، بس بقى مغطي الجزء اللي تحت بس، اللي هو من الوسط لتحت، ومن فوق مش لابس اي حاجه. كان من عاده العرب ان لما حد يجي يستقبل شخص داخله ان هو يحط الرداء على كتفه ويستقبله، لكن النبي صلى الله عليه وسلم مع انه كان عارف ان عكرمه جاي لكنه نط من مكانه وراح لعكرمه وهو فرحان جدا وقال: مرحبا بالراكب المهاجر. الموقف ده كان ليه اثر جميل جدا على قلب عكرمه، وحس ان هو قد ايه ضيع وقت كتير في الحرب ضد الاسلام. فقرر عكرمه ان هو مش هيسيب اي مكان يرضي الله ورسوله الا وكان فيه. وكان في حديث عن النبي صلى الله عليه وسلم بيقول من كان يؤمن بالله فلا يترك في بيته صنما حتى يكسره او يحرقه. فعكرمه خد الموضوع ده على عاتقه ان هو ينفذ الامر ده مش في بيته بس، لا في كل البيوت كمان. لو عرف ان في بيت كان فيه صنم كان بيروح ويكسر الصنم ده. وشارك مع النبي صلى الله عليه وسلم في كل غزواته بدايه من غزوه حنين، وكان مشارك مع المسلمين في الغزوات بعد وفاه الرسول صلى الله عليه وسلم. ابو بكر الصديق وكل عدد من المهام لعكرمه كلها كانت عباره عن قتال المرتدين، فجاهد المرتدين من بني حنيفه وجاهد المرتدين من اهل عمان. ربنا عز وجل رزقه ان هو يكسبهم ويرجعهم لحصيره الاسلام، ورجع ببشائر النصر لابي بكر. لكن الموقف العظيم فعلا لعكرمه كان في معركه اليرموك. عدد المشركين وقتها كان خيالي، عدد الروم كان اكتر من نص مليون واحد، والمسلمين كان عددهم 32,000 بني ادم بس. المشركين حاصروا المسلمين وبداوا يضغطوا عليهم ويقتلوا منهم، وبدات المعركه تميل لكفه الروم. في الوقت ده عكرمه خد قرار شجاع جدا، مسك سيفه وكسر بيت السيف اللي هو بيرجع فيه السيف لما يخلص قتال. فعكرمه كسره بمعنى ان السيف ده مش هيرجع مكانه تاني خلاص، وقال بصوت عالي: من يبايع على الموت ايها المسلمون، من يبايع على الموت. فتقدم 400 فدائي وقفوا حوالين عكرمه، وكانوا معروفين في التاريخ باسم كتيبه الموت. خالد بن الوليد كان عكرمه ابن عمه. بمناسبه خالد بن الوليد فاحنا حكينا قصته قبل كده، لو عايز تدخل تعرفها هتلاقيها في الوصف عندي او هنا او هنا، او ادخل القناه هتلاقيها. ما تنساش تعمل بقى لايك وسبسكرايب بقى وحبش السكنات دي. خلينا نرجع لموضوعنا. الوليد بن المغيرة اللي هو والد خالد بن الوليد يبقى عم ابو جهل. فخالد لما شاف عكرمه بيقول كده حس ان هو هيخسر ابن عمه، ففي شويه كده من العاطفه ظهرت في خالد، فراح قال له: استنى بس قول لي انت عايز تعمل ايه طيب؟ فعكرمه بص له جامد وقال له: ابعد عني يا خالد، انت كان عندك مع رسول الله سابقه، اما انا وابويا فكنا من اشد الناس عداوه للاسلام والمسلمين، فسيبنا كفر عن اللي كنت عملته، وان حاربت رسول الله في حاجات كتير، والنهارده ههرب من الروم، ده مش هيحصل ابدا. سيدنا خالد شاف وش عكرمه منور كده ومشرف، فعرف ان ده خلاص هو كده مصر على اللي عايز يعمله، فبعد عنه. عكرمه قرر وهو والكتيبه بتاعته ان هو هيهجم على اقوى حته في جيش الروم، بمعنى تاني قلب الجيش، وبالتالي الحصار اللي حصل على المسلمين ده هيتفك. وفعلا عكرمه اتقدم في قلب الجيش الروماني هو والكتيبه بتاعته، وعرفوا فعلا يعملوا ثغره في المنطقه دي. قائد الروم شاف ان المنطقه دي جاي منها هجوم مش عادي، فاصدر الاوامر ان هم يركزوا على قائد الكتيبه، وفعلا ابتدت السهام تتساقط على عكرمه، وفرس عكرمه وقع على الارض من كتر السهام اللي كانت نازله عليهم، ونزل عكرمه على رجله وكمل القتال لحد في الاخر ما وقعته سهام سيوف المشركين. لقوا في عكرمه حاجه و70 ضربه ورميه وطعنه، لكن المجاهدين كملوا باصرارهم، قدروا ان هم يكسروا قلب الجيش. والروم لقت ان هم مش قادرين يقفوا قدامهم لان جات لهم المساعده من السماء. ربنا سبحانه وتعالى يقدر ينصر المسلمين في كل وقت، وهو قال في كتابه العزيز: ذلك ولو يشاء الله لانتصر منهم ولكن ليبلو بعضكم ببعض. انتوا عايشين بس بتعملوا ايه؟ ربنا عز وجل لا يعلم جنوده الا هو. وطبعا جه المدد والمساعده من السماء، وهرب جيش المشركين الروم من قدام 400 واحد بس. وطبعا هنلاقي الكلام ده في كل الغزوات بتحصل. في غزوه حنين جيش المسلمين كان 11,000 واحد بس، اللي ثبت حوالين النبي صلى الله عليه وسلم تقريبا 100. انت متخيل 100 واحد بس، مش 1000 حتى، وعلى ال100 دول ربنا عز وجل نزل النصر. الموقف اللي فعلا جميل جدا وملوش مثيل في التاريخ، سيدنا خالد بعد المعركه بدا يتفقد المجاهدين، فلقى عكرمه واقع ما بين 2 من الكتيبه بتاعته، هما الحارس بن هشام وعياش بن ربيعه. الدم كان لسه بيسيل منهم وكانوا لسه عايشين. الحارس بن هشام طلب ميه فجابوا له الميه، واول ما قرب الكوبايه من بقه عشان يشرب بص على عكرمه، فقال للراجل اللي ماسك الكوبايه: خلي عكرمه يشرب الاول، هو عطشان اكتر مني. فراح الراجل لعكرمه عشان يشربه، ولما بدا يديله الميه عكرمه
بص على عياش وقال للراجل وديها لعياش الاول، ولما وصل الميه لعياش قال له مش هشرب غير لما يشرب اخويا الاول اللي طلب الميه اللي هو الحارس بن هشام. الراجل اللي ماسك الكوبايه احتار، اصل هقول لك حاجه، هم مش هيشربوا ميه هنا من عندنا، هم يشربوا ميه من هناك. رجع الراجل للحارس ابن هشام فلقاه مات، وبص على عكرمه فلقاه استشهد، فرجع لعياش عشان يديله شويه ميه فلقاه مش بيتنفس. دي كانت قصه عكرمه ابن ابي جهل، من ابن فرعون الامه اللي هو ابو جهل الى بطل من ابطال الاسلام وقائد كتيبه الموت. القصه دي مليانه دروس عن التغيير والتوبه والشجاعه. لو عجبتك بقى القصه ما تنساش بقى تعمل لنا لايك وسبسكرايب بقى وتشيص الدنيا كده، وقول لنا عايز تعرف مين بقى في القصه الجايه. يلا اشوفكم في فيديو جديد باذن الله. سلام.